ما تيجي اقول لكم ازاي نعمل احلى ورقه لحمه على الطريقه المصريه بنفس طعم وريحه زمان. ما شاء الله، تسويه مظبوطه واللحمه دايبه والخضار طالع حاجه عظمه. قول للزمان يرجع زمان، بجد لو جربتوها مش هتبطلوا تعملوها ومش عايزه ترجع الصينيه تاني. بس ما تنسوش اللايك والشير والكومنت والاشتراك في القناه. نجهز اكلتنا ونبدا نقطع اللحم، ودايما لما نيجي نقطع عكس اتجاه نسيج اللحم، ونقطعها شرايح او بالشكل اللي تحبوه، بس التقطيعه دي بتبقى عظمه. بعد ما قطعنا اللحمه نركنها ونخش على التوابل. في الاول نظبط الملح حسب الرغبه، عليها بمعلقه صغيره من الكبابه الصيني او البهار الحلو، على معلقه كبيره من الفلفل الاسود، ورشه من بلح جوز الطيب، وتقليبه تمام. ومقادير التوابل دي الكيلو لحمه. ونقسم التوابل لنصين، نص هننزل بيه على اللحمه والنص للخضار، وننزل بالتوابل على اللحمه ونتبلها تمام. ونبدا نجهز خضارنا. معانا البصل مقطعينه بالشكل ده او حلقات زي ما تحبوا، بس تكون القطعيه محمله علشان تستحمل معانا التسويه. وننزل بالنص التاني من التوابل ونديها توليفه تمام. ننزل بالثوم اللي فرمينه، عليه بالجزر والبطاطس، وما ننساش القطعيات تكون محمله. ولكل كيلو لحمه ربع كيلو من الخضار، مع الفلفل الرومي على كام قرن فلفل حار لزوم السبايسي. وننزل بنص كوبايه من الزيت ونديهم توليفه تمام. عليهم بالطماطم اخر حاجه عشان ما تتهريش من التقليب. قلب على السريع عليهم باللحمه ونولفها تمام، نخليهم يحبوا بعض. هي بصراحة كانت عايزة عودين كرفس، بس للأسف ما عنديش. هنزل بكام عود من الروزماري الفريش وهتعبكم في تقليبة كمان. الأكل كده طول ما انتم بتعملوه بحب هيطلع حلو. ونرجع لأكلتنا. نجهز ورقة اللحمة. هنشتغل في الصينية اللي هنسوي فيها عشان اللفة تطلع مظبوطة. نفرد ورقة فويل بحجم كبير شوية والتانية عكسها، عليها بورقة زبدة، على واحدة تانية بحجم الصينية. وننزل بالتجهيزة ونفردها تمام ونروق عليها. ونبدأ نلفها بالشكل ده ونلم الجناب على بعضها. ونقلبها عشان ما تفكش، وبكده جهزناها وعلى الفرن على طول. بعد ما سخنا الفرن بتاعنا تمام، ندخل بورقة اللحم على حرارة فوق المتوسطة لمدة ساعة، وتاني ساعة نهدي عليها النار شوية. وبكده هتبقى خدت معانا ساعتين تسوية، وهي هتطلع معانا كهرمان وبألف هنا على قلوبكم. ولو وصلتم معانا لنهاية الفيديو ما تنسوش أحلى لايك وشير وكومنت، ودعمكم بالاشتراك والمتابعة. أحلى سلام.